الحاجة اللي تقولها هي الحمد لله، والله الحمد لله. كاين بزاف ديال الناس توقعوا كندا بحال شي همبرغيصة، بحال شي بانيني، ساهلة كتوجد وساهلة كطيب وساهلة كتكال، لكن بالعكس في الشوط الأول جعلتنا حنايا كمنتخب بحال ديك الأكلة مغربية اللي كديرها في الطنجرة وكتشد عليها وكطير فيك الصفارة وكتحرق يدك وكطلع عليها من تحت كتجبرها احترقت، عاد تقدر تقيس منها لقمة واحدة، لكن في الشوط الثاني جعلناها حنايا بسبب واحد واللي هو هذا السيد هذا، جعلناها بحال كتعدل شي شلاضة مغربية عادية تقدر تغدى بها بالنهار. بروفيسور محمد وهبي اللي أسطورة في التدريب واللي غير من وزن الفريق وغير من شكل الفريق بين الشوطين. شنو قال لهم الله اعلم. المهم الدراري كانت مركزه اكثر احسن من الشوط الاول، لان الشوط الاول اللي داروا المنتخب المغربي امام كندا هذاك مع فرنسا تستقبل جوج ثلاثه مرتاح بخير وعلى خير، لكن هذا الانسان هذا غير الماتش. واخا كندا هبطت علينا في الشوط الثاني دارت بعض التسديدات على ياسين بونو، لكن عندنا جدار، عندنا اسطوره اللي كيكتب التاريخ، اللي كيكتب التاريخ في قطر وكتب التاريخ في 2026، يعني في كل حاجه او كل انجاز كيديروا المغرب موراه واحد السيد اللي جا من كازا واللي جدار برلين او جدار كازا، ماشي جدار برلين، جدار كازابلانكا. الاسطوره ياسين بونو، الاخطبوط ياسين بونو، ما شاء الله وتبارك الله. رسميا المغرب في الدور ربع النهائي في انتظار فرنسا او الباراغواي، وان شاء الله الباراغواي.